بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموصوف بقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. صلى الله على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، راعي حفل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن السنة النبوية التي نحتفي اليوم بالفائزين بجائزتها هي منبع للتشريع الإسلامي في العبادات والمعاملات والقيم والأخلاق والسلوك. وقد أولت المملكة عناية كبيرة بالسنة النبوية وتبنت الذود عنها والاهتمام بها وبأهل العلم المعنيين بها. في هذه الليلة سيدي التي طابت بطيبة الطيبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابت بمقدمكم ورعايتكم، نجتمع لنتوج أبناءنا وبناتنا الذين فازوا بمسابقة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في دورتها العاشرة. فهنيئا للأبناء والبنات، وهنيئا للآباء والأمهات، وهنيئا للمعلمين والمعلمات بفوز أبنائهم وتلاميذهم بمسابقة لا خاسر فيها، بل الكل رابح فيها بشرف حفظ السنة وتعلمها. وهنيئا لصاحب مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الأجر المتصل والعمل الدائم والصدقة الجارية. وهنيئا لبلادنا الغالية بقادة نالوا الوسام العظيم والشرف النبيل، إنه وسام الخدمة الرائدة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. واسمحوا لي سيدي أن أهنئ العلماء والباحثين الذين فازوا بجائزة البحث العلمي العالمية، الذين أضافوا إلى المكتبة الإسلامية علما مؤصلا نافعا. وهنيئا لمن حظي بالفوز بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز التقديرية التي منحت لمن اقتطع الثمين من وقته وعمره ونال شرف تدريس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتهز هذه الفرصة وأتوجه من منبر هذه الجائزة للمهتمين بالسنة النبوية من أصحاب الفضيلة العلماء ومن الباحثين والفائزين بهذه الجائزة: لقد خصكم الله بهذا العلم الجليل في السنة النبوية، فاجتهدتم وبذلتم أعماركم في طلبه وتعلمه وتعليمه ليكون لكم أصول راسخة في الدفاع عنه وفي مدافعة ما يموج به عالمنا الإسلامي اليوم من أدعياء العلم ومن الخوارج الذين يلبسون على الشباب والناشئة متكئين على الاستدلال المغلوط والناقص. ولا يمكن الوصول لدفع شرهم وضلالهم إلا بمبادرات يصل تأثيرها للشباب لتربطهم بصحيح السنة النبوية الشريفة وتدفع عنهم كل الشبهات التي يتعرضون لها والتي تعرض عليهم من كل حدب وصوب. فقد أنعم الله علينا في هذا العصر بوسائل التواصل التي تمكن من الوصول للشباب ولعامة المسلمين في أنحاء الأرض كافة. وأنتم أيها العلماء والباحثون أكثر الناس علما ووعيا بما أوجبه الله من تبليغ العلم وحفظه ودفع أهل الزيغ والضلال والأهواء به. سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن وزارة التعليم بما لها وما عليها من مسؤولية توقن أن ربط الأجيال بمصادر التشريع الإسلامي
علما وعملا ومنهجا وسلوكا من أهم واجباتها. ولذا انتهزت فرصة هذه الجائزة الكريمة للمشاركة فيها ودعمها، ووجهت منسوبيها طلابا وطالبات في التعليم العام وحثهم على المشاركة فيها، ومكنتهم من الإفادة منها. وإن جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية ما كانت لتبقى لولا توفيق الله عز وجل، ثم جهود أبنائه البررة الأوفياء، وها هي راسخة الجذور ونشاطها ممتد ليصل للعالم أجمع. فجزى الله الأمير نايف بن عبد العزيز خير الجزاء، وأجزل له المثوبة لما قدمه من خدمة لهذا الدين، وجزى الله أبناءه جميعا خير الجزاء، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا للجائزة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز المشرف العام على الجائزة، أن جعلوا هذه الجائزة نموذجا يحتذى به في البر بوالدهم. وختاما سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن رعايتكم الكريمة لهذه الجائزة دلالة على عظيم تقديركم أيدكم الله لمؤسس هذه الجائزة، وهو تقدير يحمل بين طياته مكانة السنة النبوية العظيمة لدى مقامكم الكريم، واستشعاركم أثرها المحمود في بناء مجتمعنا الإسلامي. أدعو المولى عز وجل أن يؤيدكم سيدي خادم الحرمين الشريفين بنصره وتوفيقه، وأن يحفظ وطننا الغالي قيادة وشعبا لخدمة الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي خادم الحرمين الشريفين، الآن معالي الأمين العام للجائزة ومستشار سمو وزير الداخلية الأستاذ الدكتور ساعد العرابي الحارثي يعلن أمامكم